السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا تاني أمر من أوامر التسعير في أماديوس، وهو ال FXR. وده واحد من أهم الأوامر اللي بنستخدمها في نظام أماديوس أو سيستم أماديوس للبحث عن آه، أفضل الأسعار لرحلة تم تحديدها بالفعل. يعني هنفهم كل ده دلوقتي. بنستخدمه امتى؟ لو عايزين نتأكد إن السعر اللي معروض قدامنا هو ده أرخص سعر، وكمان لو العميل بيسأل أو بيدور على أرخص سعر في رحلة معينة، وبنستخدمه قبل ما ننهي عملية التسعير أو قبل ما نعمل إجنور للرحلة، وكمان لو حصل تغيير في الحجز. طبعا هو واحد من أهم أوامر التسعير في أماديوس، لأنه بيعرض أفضل الأسعار المتاحة بناء على بيانات الحجز. إن لو ما كانش فيه آه، خدمات مضافة زي الكرسي أو الوجبة. طبعا بنستخدمه قبل ما نعمل حجز تلقائي، مش زي ال FXX. يعني مفيش، مش بيجبرنا إن احنا نختار رحلة معينة، لأ احنا بنسعر الرحلة اللي احنا فيها. زي مثلا لو احنا عندنا حجز من مصر، من شركة مصر للطيران على طيارة معينة رايحة وليكن دبي. بعد ما مليت بيانات الحجز أنا عايز بكتب الأمر دوت عشان يجيب لي أرخص كابينة وأرخص كرسي في الطيارة دي وأرخص رحلة بنفس تفاصيل التذكرة اللي احنا عملناها. طبعا احنا بنكتب الرحلة، وليكن مثلا يوم 25 فبراير من القاهرة إلى أبو ظبي. بنكتب في الآخر FXR، بيطلع لنا أرخص الرحلات. مش بيطلع لنا كل الرحلات، لأ، انت لو عملت جدول عادي بدون ما تكتب أوامر تسعير خالص بيطلع لك كل الرحلات المتاحة في اليوم دوت وكل الشركات الطيران. لأ، انت الأمر ده بيطلع لك أرخص رحلات، ومش كل شركات الطيران بتكون ظاهرة قدامك. هو بس بيظهر لك الشركة اللي مطلعة، اللي عاملة الرحلة في اليوم دوت، أو أرخص الشركات اللي متاحة في الطيارة. يعني أرخص الشركات اللي متاحة في اليوم ده. وممكن كمان ندور في طيران معين، يعني بنسأله عن طيران معين، أرخص رحلة طالعة من كذا لكذا في يوم كذا على الشركة الفلانية، مصر للطيران، الإماراتية، السعودية. كده هو مش بيجبرك على حاجة معينة، انت اللي بتديله الأوامر. هو السيستم عامة كده مش بيجبرك على حاجة، انت اللي بتديله الأوامر. طبعا دي ملاحظات كده سريعة. لو مفيش ركز في دي. لو مفيش أرخص سعر متاح أو أرخص لاين متاح، هيعرض لك السعر الموجود، يعني فيقول لك في كذا. وحاجة مهمة جدا، لازم بيانات الراكب كلها تكون موجودة. بيانات الراكب وخط السير والتواريخ. أكيد مش هيعمل لنا رحلة كده من الفراغ. والجدول ده مهم جدا، ركز فيه. طبعا مش محتاج أقول لك إن أنت كموظف طيران أو كموظف حجز طيران، الأمر ده بالنسبة لك هو من أقوى الأوامر ومن أهم الأوامر اللي بتستخدمها في عملية الحجز اليومي.
فركزوا فيه جدا، يعني ركزوا فيه كويس، وإن شاء الله إن شاء الله كل الأوامر دي هنطبق عليها عملي لما يكون معانا السيستم شغال. هنطبق عملي على كل دوت، وهنبدأ إن احنا نشرح كل البيزك اللي احنا شرحناه الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية كمان عملي على السيستم مباشرة بشكل مجاني جدا. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ودعمنا بكلمة حلوة. وأتمنى ي- يكون الأمر ده واضح لكم يعني. وده جدول نسيت أقول لكم عليه، جدول زي مقارنة كده بين الأمرين. ركزوا فيه، بصوا عليه بصة سريعة كده يعني. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.